علي معلول هو اللاعب المتكامل اللي مستحيل كرة القدم في مصر تجيب لاعب زيه، سواء كان محترف او سواء كان محلي او سواء كان ايا كانت ملته او ايا كان جنسيته. عشان كده هو اللاعب الوحيد اللي ممكن تحتار انك تجيب له كلمة توصفه بيها، على مثلا اداؤه في الملعب، على اساس روحه، على اساس وفائه للنادي، على اساس اخلاصه للجماهير، على اساس حبه للجمهور، حتى المنافس احترامه للمنافس. يا ريت ده تكفيه اللقطه الشهيره بتاعت النجم الساحلي ومباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي في بطوله التاسعه. كفايه انها تحسب له في تاريخه. ولكن اللي بيستعجب له ان في مشجعين بتشخ على روحها لسه ما مغيره لها البامبز بتنتقد واحد زي علي معلول. يا راجل خلي عندك دم، ما تعرفش حاجه في الكوره، اسال الكبير، اسال لو واحد يكون مشجع قديم شاهد علي معلول من ساعه ما جه من 2017 من 2016 لحد دلوقتي. فانت ما تاخدليش علي معلول على اساس موسم زي الزفت. وبعدين انت علي معلول على مدار تاريخه من ساعه ما جه النادي الاهلي هو اللاعب الوحيد اللي في الباك الشمال اللي ما فيش حد لعب عليه، سواء كان في باك شمال او ما فيش. هو اللاعب الوحيد اللي طالما هو على الدكه وفي القائمه ما فيش واحد ما بيقعدش على الدكه، لان ما فيش افضل منه، ما فيش واحد يلعب عليه، ما فيش مدرب يستجري انه يحط علي معلول دكه طالما هو موجود. انت متخيل؟ وتيجي في الاخر تنتقد، ده يخلي عندك دم. الحاجه اللي بتحرق الدم ان بعد المباراه الشهيره بتاع سان داونز اللي علي معلول ضيع فيها ضربه الجزاء، وهي كانت احد الاسباب اللي طلعتنا من بطوله السوبر، والهجوم اللي كان عليها شديد من جماهير النادي الاهلي بالذات، فالواحد ما كانش قادر يتكلم، ما كانش قادر يسكت على اللي حصل فيه الايام اللي عدت. ولكن انا مش بعتب على الجمهور اللي انتقده على قد ما ان انا بعتب على شخصيه المشجع اللي بينتقد واحد زي علي معلول. هو الظاهر ان هو لسه بيشجع الاهلي من موسم 22 23 او موسم 23 24 او بدايه الموسم ده. لان انت لو كنت بتشجع النادي الاهلي وبتابع النادي الاهلي من ساعه ما علي معلول جه ما كنتش هتفكر لحظه انك تنتقده. كم مره ما سالتش نفسك كم مره الاهلي كان متاخر في النتيجه وعمل كامباك وكان السبب الرئيسي في العوده ديت هو علي معلول؟ ما سالتش كم مره النادي الاهلي ما كانش في يومه وكان علي معلول هو صاحب البصمه او صاحب الفوز، سواء كان باسيست او سواء كان بصناعه او سواء كان باسيست او سواء كان بتسجيل له الهدف؟ ما سالتش نفسك كم مره الاهلي كان خارج حسابات البطوله بعد مثلا تاخره في المباراه وتاخره في نتيجه المباراه، وكان علي معلول هو صاحب البصمه وصاحب الفضل في الفريق يصلح النتيجه او يتقدم بالنتيجه؟ ولكن هو علي معلول تحت ما ضيع ضربه الجزاء، وهو في تاريخه ما ضيعش غير 6 ضربات جزاء من ساعه ما جه النادي الاهلي من حاجه 40 مباراه سددها. فيا راجل انت ده ميسي في النسخه الاخيره قبل ما يروح باريس سان جيرمان في نسخه دوري الابطال الاخيره مضيع ضربه جزاء قدام باريس سان جيرمان، وما حدش طلع اتكلم وما قالش انت لاعب كبير او انت لاعب كذا او انت لاعب كذا، المفروض ما تضيعش، المفروض فريقك محتاجك في مباراه زي دياتي، فانت لما تضيع في مباراه زي دياتي امال مين اللي هنسند عليه في الفريق؟ لا، كل الفرق بتضيع، كل اللعيبه بتضيع مهما كان جماهيريتها ومهما كان شعبيتها ومهما كانت اسطوريتها في اللعبه. يا راجل ده حتى هاري كين في مباراة فرنسا وانجلترا في نصف نهائي كاس العالم اللي عدى ضيع ضربة الجزاء وكانت السبب الرئيسي في خروج انجلترا قدام فرنسا. فانت ما تكلمنيش علي معلول على اساس ضربة جزاء ضيعها. يا ريت طب افتكر ان هو واحد اجنبي بينافس وهيعدي انه يبقى افضل صانع العاب في تاريخ النادي الاهلي. انت عارف انا افضل صانع العاب في تاريخ النادي الاهلي؟ انت مش مستوعب الرقم، لان انت ما تعرفش اللي هو المركز الاول او افضل صانع العاب هو مصطفى عبده، لعب 310 مباراه ب 86 هدف ب 86 صناعه. انت علي معلول دخل في الثمانينات من 260 مباراه، دخل في 80 صناعه في 80 اسيست في 260 مباراه. ده انت مش متخيل الرقم، انت مش متخيل ان علي معلول مسجل 50 هدف او اكتر من 50 هدف، مع ان مهاجمين زي فلافيو لحد دلوقتي احنا بنقول ما فيش مهاجم جه زي فلافيو مسجل حاجه و50 هدف. انت مش مستوعب ولا هتستوعب، لان انت ما حضرتش الايام بتاعت علي معلول واسيستاته وصناعاته وتاثيره في الملعب، سواء كانت على في الدوري او في افريقيا او في الكاس، ما شفتش الكلام ده. انت كل اللي شفته كره سان داونز، مع ان انت لو رجعت بالمباراه اللي عدت اللي قبليها بتاعت سيمبا، علي معلول بعد صناعته الهدف الاول اللي هو هدف التعادل قدام سيمبا اللي اتدخل محمود كهربا، لا الهدف ده كنا احنا خرجنا من البطوله ما كناش قابلها سان داونز. فانا بستعجب لك انت كمشجع انك بتنتقد واحد زي علي معلول وسيب بقيه الفرقه، سبت محمد الشناوي
لما حس ان في كهرباء في ايده، فبعد ما حط ايده عشان يحش الكوره راح مرجعها تاني. سبت مروان عطيه نفسه اللي بيباص الكوره يلعب صن داونز عشان يجيب الجون. سبت اللعيبه كلها اللي جابت الكوره في العارضه ومسكت في علي معلول. يعني هو علي معلول آلة. علي معلول دلوقتي يعني انسان وبيلعب وبيخطئ وبيصيب. يا جماعه ده كفايه في علي معلول، حاجه تحسب له ان هو عنده احساس. والله العظيم كفايه ان هو عنده دم وعنده احساس وعنده نخوه. ده كفايه في ماتش بيراميدز اللي يمكن تفتكروه ساعه ما غلط وعطى الكره لإيريك تراوري، مش عارف ولا مين، مش فاكر. ولكن المباراه ديت اللي بعديها على طول قفل كل صفحاته على السوشيال ميديا. انت لو تفتكر المباراه ديت، يعني انا كمشجع ما كنتش مستني او ما كنتش متخيل ان واحد زي علي معلول هيقفل كل صفحات على السوشيال ميديا بسبب الخطا ده. وده لو دل على حاجه يدل على انه هو عارف قيمه الخطا اللي عمله. فانت مش تحت ان هو انسان حساس هتيجي عليها، مش تحت ان هو انسان بيحس او انسان عنده دم هتدوس عليها. خلي عندك دم وخلي عندك رحمه بالله. عيب، اقسم بالله علي معلول لو ضيع لنا كاس عالم انديه في نهائي والله العظيم انا ما ازعل عليه. علي معلول بالذات هو الحته اللي في الشمال، ان انت ما تجيبليش واحد زي علي معلول وفي الاخر تقول له كان ومان. يا جد حرام عليها. وانا عن نفسي انا سامع ان الاداره بتاعت النادي الاهلي رافضه تجدد لعلي معلول بسبب ان هي عاطيه كل حاجه للجنه التخطيط وهي اللي تكرر او هي اللي ما تكررش. فانا بالنسبه لي علي معلول لو مشى على عكاز افضل من اي صانع العاب في الاهلي حاليا، او افضل من اي باك شمال في افريقيا نفسها. انت لو هتبص على احمد فتوح اللي الناس طالعه بيه السما، صنع 17 هدف. انت عارف انا صنع 17 هدف؟ علي معلول بيصنعهم في موسم. علي معلول بيصنع 17 هدف دول في موسم. عارف يعني ايه؟ محمد حماده ده اللي احنا بنقول عليه بتاع بيراميدز صالح كام هدف؟ ارقامه تكاد لا تذكر بالنسبه لواحد زي علي معلول. فانت بتتكلم ان علي معلول اقسم بالله لو ماشي برجل واحده، اقسم بالله ما في باك شمال فيك يا مصر يقولها ليني. ده انا ظلم لعلي معلول ويقارن باي باك تاني، وشرف لاي باك ان هو يتضاف اسمه ويتذكر اسمه جنب علي معلول. يا رجل من الحاجات التي لا تنسى لعلي معلول في عز توهجه في النادي الاهلي، وجاله عرض من بيراميدز اضعاف ما بياخده في النادي الاهلي، وقال كلمتين: انا في بيراميدز او في اي فريق تاني مش هاخد الشامبيونز ليج. اقسم بالله كفايه ان هو عارف ومقدر ومخلص ووفي لفريق زي النادي الاهلي. كفايه ان احنا كجمهور اهلي او زمالك عارفين ان علي معلول عمره ما غلط لا في اهلي ولا في جمهور اهلي ولا في جمهور زمالك. بالنسبه لحتى في فريق الخصم او جمهور الخصم نفسه عمره ما فيهم غلط في لاعب زي علي معلول. انت متخيل ان لاعب يجي الاثنين جمهوريا يتفقوا عليه ان هو كشخصيه ملتزمه بره الملعب وداخل الملعب؟ فدي حاجه تحسب له. ولكن اللي انا متاكد منه ان عمر ما في جمهور او مشجع عاقل راسي عنده نضج يجي في يوم ويوجه انتقاد واحد لعلي معلول. عمره. انا عارف ومتاكد ان اللي بيهاجم علي معلول وبيقول لك كان وماني ده لسه بيشوخ على روحه. اقسم بالله لسه بيشوخ على روحه.